خلينا نتكلم عن حاجة مش كتير قوي بنتكلم فيها. انا عايزة اكلم المدراء، especially المديرين اللي بيخافوا من الاوديت. هو مش امتحان ثانوية عامة خالص، وعلى فكرة هو مش امتحان لمدى شطارتك في الإدارة، لا هو امتحان اكتر لقد ايه احنا ممكن نكسباند الاكسلنس بتاعت الموقع بتاعنا، احنا ممكن نوصل لحد فين بالجودة بتاعتنا بالناس بتاعتنا. بالعكس خدها از ان انيشيتيف اني اوري ان للاداره ان الاداره هتشوف بقى شغلي. انا بجد الاداره هتشوف شغلي، ان الاوديتور بيجي بيكتب اسم اللي عمل الاوديت معاه، بيكتب اسمك، بتوري له الانيشيتيفز اللي انتوا عملتوها، بتوري له الانيشيتيف اللي ممكن تعملها. فليه ما تجيبش جون بالاوديت؟ ليه يبقى حاجه بتخاف منها وانا خايف نطلع انسي؟ لا بالعكس، ده واحد هيجي لك يطلع لك حبه بوتل نيكس تقدر تشتغل عليهم وتوري الاداره ان انا في خلال سنه عملت 1 2 3. حد يجيب لك افكار اوت اوف نو وير، وهتبقى بالتالي يعني شامبيون ما بين المديرين التانيين. فخلينا نفكر ان اوديت از تشانس، مش ان هو حاجه هتودينا السجن او حاجه. شكرا ليك.